السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في مطبخ أنا سيلياكي أحضر غذائي بنفسي. اخترت لكم هذه المرة بركوكس. شوفوا بعد ما فتلته تبعوا معي الطريقة للأخير. راح نستعمل كأس فرينة الأرز وكأس فرينة كأس سميد الذرة. هذا السميد، شوفوا الكيس تاعو هذا هو. واللي سألوني هل يقدروا يفصلوا بفرينة البلوط أو الذرة أو الدخن، نعم تقدروا تفصلوا به، لكن قبل ما تبداو لازم تغربلوه بالغربال الرقيق جدا. من بعد كي نبدا نفتل نوريه لكم. اللي يبقى فوق الغربال به تبداو تفتلوا، واللي يهبط تجمعوه في إناء آخر تستعملوه فيما بعد تنشفوا به. شوفوا هذا الغربال الرقيق جدا، هذا أرق غربال كاين. هذا به اللي نغربلو نحطوا أي سميد يكون عندنا، مثل هذا الخشين يبقى من فوق والاخر من تحت كما راكم تشوفوا. اللي من تحت اللي يبقى تحت الغربه اللي يهبط نحطوه نجمعوه في اناء كما هذا الفرينه الرقيقه تاع الارز، والاخر نفتلو به اللي يبقى فوق الغربال. شوفوا الطريقه كيفاه. هكذا نحط الماء بشويه ونفتل هكذا. لازم الايدي لازم ديروا الطريقه دائريه، ولازم القطعه اللي ديروا تكون عريضه كما هذه باش تقدروا تشكلوا الحبيبات بسرعه. كل مره نحطوا شويه الماء ونحركوا هكذا حركه دائريه. وهذه الفرينه باه نشفوه كي نحسوا بلي تندى بزاف نشفوه بفرينه الارز. تقدروا تنشفوا ايضا بفرينه فرينه الذره الصفراء. كاين سميد وكاينه فرينه. شوفوا راه تندى شويه. الان نستعمل فرينه الارز هكذا باه نشفوه، باه ما يجينيش معجن. كل ما نحسوه باللي تندى بزاف نشفوه. لازمكم تطولوا نتوما تدوروا. راني نقصت لكم شويه في الفيديو باه ما يجيش طويل بزاف. لازمكم تفتلوا وتدوروا تفتلوا كل مره، ماشي مباشره تحطوا الماء، حتى تدوروا عده مثلا تكمل دقيقه وانتم تدوروا هكذا بحركه دائريه باش تشكلنا الحبيبات. هكذا نبقاو نحطوا الماء وندوروا نفتلوا هكذا بلا ما نضغطوا. كل ما نحسوا له باللي سنده نحطوا فرينه الارز نشفوه. وهكذا العمليه تطول شويه لكن النتيجه تكون مليحه. لازم الصبر. وبالعكس هذا السميد ما يتكعبرش بزاف. لو كان السميد اللي فيه الجلوتين كون كل مره يديروا لنا الكعابر وعاود تعاود تدخلوا في اللي خشين وزيد تهبط اللي تحته وهكذا. لكن هنايا الطريقه تجينا اسهل. نستعملوا سيار او غربال واحد فقط. كاين اللي يسميه سيار كاين اللي يسميه غربال لانه ما يتكعبرش بزاف. اذا شفتوا نحطوا الماء فتلو. بعد ما يتندى نزيدو نحطوا فرينه الارز وهكذا حتى يتشكلوا الحبيبات. الماء من الاحسن ما تكثروش بزاف. كي تحسوه بلي تندى بزاف حطوه بشويه. هكذا. واليد لازم تكون يدك خفيفه. تستعمل راحة اليد وتستعمل الأصابع. فتلو هكذا بيداكم كيف زيد تعاون. هذه الطريقة تعاون على تشكيل الحبيبات. شوفوا بداو يتشكلوا الحبيبات. اذا ما نكثرش فرينه الارز. كي نحبوا نفتلو بسرعه ما نكثرش الفرينه. الشيء اللي رطب نبقاو نحطوا الماء غير بشويه وندوروا الحركه دائريه. كي نشوفوا بشويه حاجه قليله فقط هكذا باه نقدر نخشنوه بسرعه ما يتشكلناش الرقيق بزاف. شفتوا حطيت غير شويه فقط. دوروا بزاف حتى الحركه تساعدوا به ينشف بسرعه. وكأننا رانا نهويو فيه. شوفوا الفرينة غير شويه راني نحط. شوفوا كيلصق في يدي معليش حتى شي ساعه يتفتت. تقدروا تفتتوه هكذا تحطوا الفرينة في يدكم يتفتت. تقدروا تفكوه هكذا. شوف هكذا راح تنحى بسهوله.
إذا نفس العمل نبقاو نكررو فيه، نحطو الماء وندورو، بعد ما نحسوه بلي مندي بزاف نحطو شوية فرينة وهكذا. تشوفوا بدا الحبيبات تشتف كي تشوفوها هكذا. نزيد نعاود نفصلو بالطريقة هذه. ندخلو الآن هذا السقاط، هذا الكبير، هذا الغربال، عفوا الغربال الكبير خلاص، هذا استعملوا غير هو فقط. وما نضغطوش باه ما يتعجلناش، نهبطوه غير بشويه. شفتوا الحبيبات اللي تشكلوا راح نهبطوه باش نعاود نفتلو يجي لي كامل حبه واحده، غير بالعقل ما تضغطوش، تهبطوه بشويه. هذا اللي بقى علاه درتو بعدته باه ما يتعجليش. وهذا نحط شويه فرينه الارز باه كي يهبط لي شويه ناشف، تهبط الحبه كامله ما تكسرش الحبه، وما تضغطوش بيد خفيفه عليه. اذا هنا نحيز الكعابر هذوك الصغار اللي داروا، هنا راني حبه وحده نبدا نفتل غير بشويه، نحط الماء بشويه، شفتوا هكذا، وندور غير بالعقل هكذا ما يسكعبر ليش. يزيد عاود يخشن لي شويه، يكبر لي الحجم تاعها تاع الحبيبات. بعد ما يكبر نعاود نهزو. اللي يبقى فوق هذا الغربال اللي وريت لكم الكبير، وزيدت الفرينه راه خلصت لي كاس كامل، زيدت هذا قريب نصف، فوق الربع وتحت النصف، نبقى نشف به. بعد ما تشكلت الحبيبات وزادت في الحجم نحطو الان في الغربال. فتحت تاعو كبار، هذا الكبير فيهم. اذا الرقيق راه يهبط من تحت، وبركوكس راح يبقى من فوق. هكذا ندوروا فقط الغربال، ما نستعملوش اليد. شوفوا الحبات كيفاه كبار. اذا نفضوا فقط كما شفتوني. نفرغوا الان في اناء او في قصعه هكذا. شوفوا كيف الحبيبات ما شاء الله. نكمل بنفس الطريقه، واللي طول العمليه طولت بزاف راني نقصت في الفيديو. شوفوا راني فتلته، حطيت الماء ونشفت، حطيت الماء ونشفت حتى تشكلوا حبيبات. المره الثانيه كيف راح نفرغهم فوق بركوكس اللي درته في المره الاولى هكذا. هكذا تبقاو ديروه حتى تشكلوه كامل. شوفوا الحبيبات عن قرب. هذا اللي بقى تقدروا ديروه كسكس، تقدروا تكملوه بالكوكس بنفس الطريقه السابقه. انا رايحه نديرو كسكس، نحطو في غربال اخر فتحات تاعو صغيره بزاف، وهكذا يكون عندي كسكس وبركوكس. شفتوا الكسكس؟ وهذا هو بركوكس بعد ما كملت. رايحه الان نفورو، الماء راه يغلي، نحط له شويه زيت الزيتون ونحطو يفور. بعد ما خرج البخار خليته بقى 20 دقيقة. شوفوا راني حطيت قطعة قماش بهكذا الحبيبات ما تلتصقش في الكسكاس. نفرغوا الآن. شوفوا الآن كيفاه كل حبة وحدها، لأني حطيت له الزيت كل ما حطيته يفور. فكوه غير بالعقل هكذا. نحيولو الكعابر غير بشوية لأنه فيه الزيت ما راحش يتعجن. بعد ما برد نفكو بيدي أحسن. شوفوا كيف الحجم تاعو زاد هكذا بعد ما فار. نتمنى من الأختين اللي طلبوه مني يشوفوا الوصفة ويستفادوا منها، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.